يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى الإنسان لما يحب ينافق بينافق مين؟ بينافق نفسه ولا بينافق الناس؟ بيضحك على نفسه ولا بيضحك على الناس؟ لما تحب إن انت تضحك على حد، لما تحب تضحك على حد وتبين له ان انت بتحبه خالص، نفسي افهم ايه الخلطة السرية او الخلطة السحرية في الحتة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل الناس المحترمين اللي بنحبهم ونقدرهم ودايما في ظهرنا وسندنا بعد ربنا. بحييكم طبعا من قناة اوردرات بنت الشرقاوي. النهارده فيديو مختلف شويه، مش طيور ولا غيره. بصراحه يعني ايه، انا حسيت ان انا عايز اتكلم، ما فيش احسن منكم اتكلم معاه. مفيش احسن منكم اتكلم معاه. هو الموضوع بسيط خالص، متلخص في 30 40 50 كلمه كده. ايه هي الخلطه السحريه او الخلطه السريه او الخلطه العالميه في النفاق؟ نفسي افهم الناس بتنافق ازاي. انا يعني ازاي اكون معاك مثلا كويس ومن وراك وحش؟ ايه الخلطه في كده؟ ازاي ابقى كده؟ ازاي انت تسمح لنفسك تبقى كده؟ ازاي تواجه نفسك اصلا؟ ازاي تبص في المرايه؟ يعني ازاي اقف قدام المرايه كده واقول انا صح وانا بالطريقه دي؟ يعني انا يا ريت يكون في تفاعل معايا على الفيديو ده باي شكل، لان بصراحه يعني ايه، الواحد بيشوف حاجات بتتعب الحياه، بتخلي تاثر في الناس. ازاي انا ببقى اتكلم عليك وحش؟ انا بتكلم على بني ادم وحش على طول دايما، وازاي في نفس الوقت اروح اسال عليه واسال هو ماله، هو كويس، هو وحش، انت عامل ايه، انت كويس، واضحك في وشك؟ ازاي الخلطه دي؟ ازاي الناس تعملها؟ الناس تعملها ازاي؟ يعني الواحد بيشوف مواقف ان انا قدام واحد مثلا يتكلم على شخص ان الشخص ده يعني كويس وتمام وحلو ومية مية دي قدامه. يعني انت حبيبي، وانت نور عيني، وانت الحته اللي في الشمال، وانت الحته اللي فوق اللي مش عارف ايه وفجاه بتبص تلاقيه من وراه يقعد مع حد بقى مخاصمه او مزعله، او هو انسان بيزعل منه او زعلان منه. ده الانسان ده وحش، ده ما بيحبش الا نفسه، ده بيبص له بصه وحشه، ده مش عارف ايه ده. يا جماعه فين صفين النيه اللي بيننا؟ فين صفين النيه اللي بيننا وبين بعض؟ فين اللي احنا نحب بعض عشان خاطر من غير مصالح؟ فين ده؟ فين اللي يكون جاري من هنا ومن هنا؟ احنا يعني احنا في ريف مثلا، كل البلد عارف بعضها، كل البلد عارف بعضها. طيب انا لما اعرف ياسر واقول ياسر ده بيني وبين نفسي كده، ياسر ده مش كويس، طب ما عملوش ايه المشكله؟ ما فيش حد فرض عليا رايي ان انا عامل ياسر. مثلا محمد وحش، ما عملوش، يعني اعرفه ان انا مش ليا دعوه بيه، مش هنافق، او مش هطلع اتكلم عليه من وراه، او ابقى حلو في وشه واضحك له كده واتبسم له التبسمه الصفرة الشينه دي، واروح من وراه اتكلم عليه كلام وحش. طب ما بلاش احسن يا عم، بلاش احسن تبص لي وتضحك في وشي وانت اساسا ما بتحبنيش ولا طايقني ولا انت عاوز تبص في وشي. طب وليه كده؟ طب ما انت حرام عليك، انت حرام عليك ده المنافقين في الدرك الاسفل من النار. طب دي قمه النفاق اصلا، ان انت تتكلم واحد كويس وانت ما وحش. ده اكبر نفاق. وسبحان الله، يعني هو اصلا، هو انا مش هتكلم مثلا هقول لك ده شخص، لا، ده يعتبر هو سيد في المجتمع، لان عاد موجود، والناس بقت بتكرره، والناس عادت بتقوله، والناس يعني عادت طبيعه فينا. طب ليه يا جماعه؟ ليه بنعود اولادنا على كده؟ ليه انت ما ابنك شايفك وانت بتعمل الحركات دي؟ ابنك شايفك وانت مثلا بتلون نفسك زي الحرباية، تبقى اصفر مع الاصفر والاحمر مع الاحمر والاخضر مع الاخضر والابيض مع الابيض. طب انت في الاخر انت قدام نفسك ايه؟ قدام نفسك ايه؟ الواحد فينا المفروض يكون صريح. ان ما كنتش صريح مع نفسك مش هتكون صريح مع الناس، ما كنتش صادق مع نفسك مش هتكون صادق مع الناس. وبعدين ده انت على كتافك ناس بتكتب عليك كل كلمه بتعملها وكل حركه بتعملها وكل لفظ بتعمله وكل بصه بتعملها يعني انت في كتب شغاله، في ناس بتكتب تقارير.
تقارير ثانيه بثانيه. طب ما تعمل حساب الناس اللي محطوطه اللي انت شايلها دي. اصل انت مش شايل شياطين، انت شايل ملايكه. انت مش شايل شياطين على اكتافك، انت شايل ملايكه على اكتافك. الملايكه دول قاعدين بس يشوفوا ياسر بيقول ايه وبيكتبوه. الكلمه اللي بتطلع من ياسر حلوه على فلان بيكتبها، الكلمه اللي بتطلع على ياسر وحشه على فلان بيكتبها. المنافق ده ايه؟ انت منافق. يعني المنافق ايه؟ انا مش شيخ على فكره، انا مش شيخ ولا انا معصوم من الخطا ولا انا. بس انت عندي الحته دي انا بقف عندها ما بعرفش اعملها، ما بعرفش اعملها. وبستغرب، عشان كده انا بتكلم معاكم. بستغرب ازاي الحياه ديت موجوده فينا. ازاي انا اتكلم مع واحد حلو ومن وراه وحش؟ ازاي مثلا ممكن اتكلم مع واحد في التليفون، يا عم ده انت حبيبي، ده انت حبيب قلبي، ومن وراه يا دوبك اقفل ده ابن مش عارف ايه. طيب هو والاخر روح اقف قدام مرايه كده واتكلم عن نفسك، اتكلم عن نفسك عادي خالص. وبعد ما اتكلم ادي ظهرك لنفسك وشوف انت هتتكلم تقول ايه. هتشتم والله، هتشتم نفسك، هتشتم نفسك، لان انت منافق اصلا. المنافق كده، المنافق كده. وعلى فكره اكتر حاجه على قد ما هي الناس بيستمتعوا بيها، على قد ما هي اكتر حاجه بتوديك في داهيه هي النفاق دي. يعني في ناس كده بتستمتع ان هي ده انا قدام ياسر كويس وحلو وبنافق في ياسر. ايه يعني ياسر يا عم هو شايفني؟ احنا شوفوا، احنا بالتجربه اللي انا شفتها في حياتي كلها، السفر بره ومعامله الناس هنا وهنا وهنا. انت بتعامل انا قبل ما اسافر الاردن كنت بعامل الناس في بلدي معامله يعني الناس كنا حلوين واصحاب ومية مية. اجبرنا سافرت الاردن بقى اتعامل مع ناس تانية. عرفت ان انت بقى شفت انت الحلو والوحش، شفت الشين شفت الناس اللي بتنافق والناس اللي ما بتنافقش، شفت الناس اللي ماشيه صح والناس اللي ماشيه غلط. شفت كل الاطياف اللي انت ما كانتش مرت عليك اصلا في الاول، شفتها وتعاملت معاها. انا واحد شخص، انا عن شخص يعني طبعا كل واحد ليه اصدقاء، كل واحد ليه اصحاب، كل واحد ليه مش عارف ايه. شوفوا مدار العمر الواحد كله، انا مثلا 42 سنه، 42 سنه انا ليا اصحاب من وانا عندي 3 4 سنين، 5 سنين يلا. يعني تقريبا 35 سنه. يعني انا لما صاحب واحد صحوبيه من صغري اكيد مش اقل من 35 سنه. شوف لما 35 سنه صاحب شخص او عده اشخاص، وفجاه تبص تلاقيهم عشان مثلا مبلغ مالي بيننا وبين بعض. يعني انت طبعا احنا كلتنا بنتعذر وكلتنا بنحتاج وكلتنا مش عارف ايه وكلتنا مش مليونيرات احنا. ما احناش مثلا مانيش ملياردير وانا عشان خاطر ولا مثلا كذا. لا يعني اقول الحمد لله احنا كلتنا ميسورين الحال، الحمد لله والشكر لله يا رب، الحمد لله على نعمته. واقل من اللي انا فيه كويس والله وحمد وشاكر. وما عمري في حياتي ما اتبطرت ولا قلت دي شويه ولا دي لا. لا الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، ربنا يديمها علي نعمه اللي انا فيه واقل منه يا رب. والله عمري ما اعترضت الحمد لله، ولا انا ولا مراتي ولا حد. طبعا احنا الحياه بدنا خد وحياه، يعني انت بتطلب مني وانا بطلب منك، انت بتاخد مني وقت ما تكون عايز. حصل ان انا اديت وحصل وفتره وكان الحمد لله وطلبت منه، وفجاه لقيت يا عم خد براحتك، خد فلوس، شوف انت عاوز فلوس ايه. وكل موضوع فلوس مبلغ تافه، يعني ما هوش مبلغ تافه ماشي. افاجئ بعد كله ان انا اتخاصم ويتبعد عني، وصاحبي يبعد عني وياخد معاه صاحبين 3 ويروح لوالدي. لا هو انا صغير عشان تروح لوالدي تقول له؟ يعني شفت النظام الصحوبيه والصدق اللي بيننا. انا مش في دماغي خالص، وحاطط انت في صاحبي وحبيبي وانت بتديني من ورا كلام تاني وحاجات تانية. يعني مش عاوز اطول عليكم، انا مش عاوز اطول في كلام. انا المقصد يا جماعه من الموضوع ده كله ان المنافقين في الدرك الاسفل. معلش التليفون كان فصل، حد رن وفصل التليفون فصل. يعني انا عاوز افهم الناس بس ان مش ان انا مش شيخ ولا بستشيخ عليكم، لا يا جماعه كن صادق مع نفسك. بالك يرتاح، اقسم بالله بالك يرتاح وهتنام وانت بالك مرتاح. بس خليك صادق مع نفسك، مع نفسك صادق مع نفسك. الكلمه اللي انت تقولها وانت عارف ان الكلمه دي هتتحاسب عليها. بس الكلمه اللي انت قولها انت هتحاسب عليها. مش هبقى مثلا النهارده اتكلم عليك وحش من ظهرك واجي اخدك في حضني واضحك في وشك واحبك وانت حبيبي.
يعني عاوزين الاسلام يا جماعه مش كده. الاسلام مش كده والله. وعلى فكره والله العظيم ده بيهد مش بيبني، ده بيهد الانسان مش بيبنيه. انك تكون منافق وانك تضحك على غيرك، انت بتضحك على نفسك انت. هو ممكن يكون صافي النيه، ممكن يكون صافي النيه وصافي القلب، وهو باخد منك مش بديك. ما انت هتاخد منه ايه؟ انت هتاخد منه مصلحه بس بعد كده. انا مراتي مره قالت لي نفسي افهم يا ياسر، الناس ديت بيتعاملوا كده ازاي، او بيعيشوا كده ازاي، او بيعملوا كده ازاي؟ انت بتقف قدام نفسك ازاي؟ انت بتتكلم مع نفسك ازاي؟ يعني انت بتقول بينك وبين نفسك كده اه ده انا ضحكت على ياسر النهارده، طب ضحكت ازاي؟ والله العظيم لو تفكر فيها شويه، طب الله وكيل الله وكيلكم، فكروا فيها كده وادوني راي. انا بتمنى تدوني راي، فكروا فيها وادوني راي. ان انت ازاي تكون انسان بتتكلم على واحد وحش وتقابله وتاخده في حضنك؟ ازاي انت بتبقى صادق مع نفسك؟ ازاي بتقعد بينك وبين نفسك كده وتتكلم؟ ازاي بتقف قدام مرايه كده؟ اقف قدام مرايه كده واتكلم مع نفسك بالطريقه دي وبالطريقه دي، بطريقه النفاق وبالطريقه العاديه. شوف ان هي الاحسن. شوف وشك وتعبيرات وشك هتكون هي الاحسن. انا بتكلم والله، بصوا انا حبيت اتكلم معاكم يعني كاخوات مش اكتر من كده. والله ما حسيت اني عاوز اقول الكلمتين دول، كانوا حلوين او وحشين فالحمد لله انا قلتهم وخلاص. شكرا لكم يا جماعه، والف الف الف مليون شكر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.